يا صباح الهنا، ازيكم؟ عاملين ايه؟ وحشتوني. تعالوا نشوف يومنا النهارده هيمشي ازاي في المطبخ، ونشوف هنعمل ايه. قبل ما نبدا باي حاجه نصلي على رسولنا الكريم عليه افضل الصلاه والسلام، ونسمي بسم الله. انا كان عندي كده حته لحمه ضاني كده من العيد، فطلعتها يا دوبك فكت وقطعتها كده تقطيعه يعني على قد ما قدرت، عشان كانت اغلبيتها فيها عظم وكده. ورحت بقى يا ستي ايه بشرب بصلايه حلوه كده، عملتها في الكبه، وحطيت ورقه لورا، وحطيت حبهان ومستكه، وسبت بس الشوربه تغلي شويه، وبعد كده رحت حاطه بقى اللحمه بتاعتي عشان تطلع احلى شوربه. الحاجات دي بس اللي انا بحطها في اللحمه، في الشوربه بتاعت اللحمه او الفراخ. ما بحطش ملح نهائي غير في الاخر. بس كده. ونشوف بقى هنعمل ايه. طبعا انا قلت لحمه ضاني يبقى لازم باميه. بيني وبينكم الباميه عامه بتبقى طعمها تحفه باللحمه الضاني، سبحان الله، تبقى حاجه حلوه كده. بما اننا عندنا لحمه ضاني يبقى هنعمل باميه بقى. نجيب الحله بتاعتي بقى، عقبال بقى الشوربه ما تتعمل، مش هقعد استناها. نجيب الحله واحط بقى معلقه سمنه حلوه كده، معلقه سمنه بلدي حلوه كده. ونشوف بقى هنعمل ايه. طبعا انا بما اني بقى شغلت الكبه، فبشغلها على كميه بصل كتير، كميه توم كتير بالمره بقى. واللي بيفيض مني بحطه في اكياس وبحطه في الفريزر على طول. عشان صراحه انا خلصت البصل والثوم اللي كان في الفريزر عندي، ده كده انا لسه عاملاه دلوقتي. طحنت حبه حلوين كده، حبه توم حلوين وحبه بصل حلوين، خدت اللي اخدته والباقي في الفريزر في اكياس كده، كل حاجه لوحديها. والله بينفع قوي يا بنات. يعني انا النهارده عشان ما كانش عندي، فضلت بقى اقشر واعمل صراحه. لكن لما بيبقى عندك الحاجه بتبقى الدنيا سهله معاكي. خلاص كده، خلاص كده. حطيت بقى معلقه السمنه البلدي، وجبت كده البصل بقى بعد ما عملته في الكبه. بصل الطبيخ يا بنات بيبقى صغير، ما بيبقاش كبير، مش زي بصل المحشي كده، يعني لازم يبقى صغير كده. فانت عارفه تقطعيه على ايدك قطعيه صغير، مش عارفه حطيه في الكبه وريحي دماغك. طبعا انا خلصت، خليت البصله تاخد وتدي كده، واول ما بدات تديني اللون رحت حاطه الثوم على طول. كده كام فص توم حلوين كده. باميه يعني توم، في ناس بتعمل لها تقليه بعد ما بتطبخ، لا انا بعملها بالطريقه دي. الطريقه دي سهله ومش بتحرق الصدر كده وبتبقى خفيفه الصراحه. طبعا كل واحد ليه اكله، مع احترامي لكل الاذواق، ده اكلات ودي اذواق. وطبعا احنا كلنا بنتعلم من بعضينا، احنا كلنا شاطرين وشطار وما شاء الله علينا في المطبخ. بس هي انت ممكن تقولي معلومه انا اقول معلومه، كلنا بنتعلم من بعضينا. حطيت كده التومه انا حطيتها بعد ما البصله اصفرت. ليه؟ عشان خاطر البصله بتاخد وقت شويه، التومه ما بتاخدش وقت. التومه اول ما بتشم النار على طول بتصفر معاكي، فخدي بالك فيها كام حاجه كده صغيره لازم ناخد بالنا منها. طبعا انا حطيت اللحمه تتسلق، بس كنت شايله كام حته كده ايه، مش فيهم عظم ولا حاجه، وحطيتهم مع البصله بتاعتي ومع التومه ومع السمنه. ليه؟ بيتكرملوا مع بعض كده، بتدي بجد يعني بتدي نفس للطبيخ عامه، بتخلي الاكل ليه طعم حاجه تاني بجد. والله يا بنات الحكايه دي مامتي وستي وجدتي وكله عندنا بيعملها، فبتدي طعم الصراحه، غير لما تبقي سلقه اللحمه وتاخدي منها شوربه بتفرق. كام حته كده بس تحطيهم يتكرملوا مع البصله والتومه وحبه فلفل اسمر كده، وتسيبيهم كده حوالي 10 دقائق على النار، وتفرجي على الريحه والطعم. يعني تكات بقى، دي التكات بتاعتي بقى اللي ايه تحفه. وبعد كده رحت يا ستي ايه عملت كده لتر طماطم، ما صفيتهاش خالص، انا بس عصرتها كويس قوي. ما بصفيش الطماطم الصراحه، انا بعصرها كويس قوي في الخلاط. بس كده تمام تمام، اسيبها بقى تاخد وتدي مع بعضيها. عايزه اقول لك ان الريحه كانت تحفه، ما بحطش توابل ولا اي حاجه، هو حبه الفلفل الاسمر بس. بصي هنا الشوربه بقى، هبدا اشيل الريم ده. الريم ده طبعا هبدا كده اشيله كده بمعلقه او باي حاجه، وابدا بقى ايه اسيب التسبيكه بتاعتي على النار تاخد ايه يعني تبقى براحتها خالص. انا من الناس اللي ما بحبش اعلي على الاكل بجد يا بنات. لما بتعلي على الاكل بتحسي ان هو استوى قوي من بره ومن جوه كده، يعني تحسي ان في حاجه غريبه. وطي على الاكل كده وسيبيه ياخد وقته، سيبيه ياخد راحته. الاكل ده نفس وتكات وحركات زي ما بيقولوا، يعني سيبيه براحته. هنا خلاص انا شلت الريم بقى. وبصي اللحمه بتاعتي زي الفل ازاي. خلاص بقى هنقل العين، هحطها بقى على عين صغيره عشان ايه تاخد وتدي كده. وطبعا لما اللحمه تستوي معايا ابدا بقى ايه احط الباميه. هنا خلاص كانت استوت، اتاكدت كمان ان هي استوت. وطبعا الحياء بتاعها حلو قوي، انا بحط لها فلفل اسمر وكمون وملح بس، بحطش حاجه تاني. هنا كده كام قرن فلفل كده بس مش حراق طبعا، لو انت عايزه حراق براحتك. قطعتهم صغير، ممكن تحطيهم يعني بحالهم عادي، لا انا قطعتهم صغير وحطيتهم كده مع اللحمه. وابدا بقى اجيب ايه يا ستي، اجيب الباميه تقليبه حلوه كده بقى، من غير ما تبقى يعني بالطماطم بس، بالتسبيكه بتاعتها بس. انا لسه ما حطيتش بقى كام كبشه شوربه كده ولا اي حاجه.
تاخد بس ايه كده، تاخد من قلب بعضيها، من اللحمه، من التومه، كل ده بياخد من قلب بعضه على فكره. تقليبه حلوه كده 5 دقايق، وبعد كده ابدا بقى اجيب ايه، اجيب الشوربه بتاعتي زي الفل، تحفه يا بنات والله العظيم حكايه. ابدا بقى احط ايه، كام كبشه كده لحد ما القوام بتاعها يكون مظبوط. احنا بنحب الصوص بتاعها كتير شويه عشان الاطفال بتاكل على الرز. احنا من الناس اللي بتاكل الباميه بالرز، مش بناكلها بالعيش. طبعا كل واحد بتبقى ليه طريقته، الباميه الطاجن غير الباميه اللي في الحله، غير الباميه الني في ني، كل حاجه وليها طريقتها يا بنات. انا الباميه دي كنت جايباها بالليل كده وانا قاعده، الراجل كان داير فمسكتها كده، قمعتها وغسلتها وقمعتها وسبتها في المصفى وحطيتها في كيس وفي التلاجة. نفعتني الصراحه لما بتوضبي الخضار قبليها، والله بينفع قوي. اسيبها بقى كده ايه، تاخد وتدي، وابدا بقى اعمل الرز. احنا بنحب الرز يا بنات، وبنحب الشعريه بتاعته كتيره كمان. ابدا بقى معلقه سمنه على حبه زيت، وابدا بقى احط الشعريه. مش عايزه تعمليه بشعريه، اعمليه يا ستي برز، حمري الرز يعني بيبقى اغمق شويه، بيبقى طعمه حلو قوي. وكمان كنت عند ناس قرايبي من قريب دقته بقى مش بشعريه، عارفين المكرونه الفونيه الصغنونه دي، عاملينها معامله الشعريه، متحمره وبعد كده يحطوا الرز. والله العظيم كنت اول مره صراحه اكله، كان تحفه بجد، كان حكايه يا بنات. كل واحد بيبقى ليه اكله على فكره، وكل واحد بيبقى ليه طريقته. المهم ناخد المعلومات من بعضينا. تقليبه حلوه بس تغمقي كده، واكون غاسله الرز بقى واحطه. وبرده تقليبه حلوه بقى، عايزه تحطي مرقه دجاج، عايزه تحطي ملح، بس انا حطيت له ملح بس الصراحه. وبس بقى انت بقى بتعايري الرز بتاعك زي ما انت عارفه، كل في رز بياخد ميه، في رز ما بياخدش. فطبعا كل حاجه وليها حاجتها، انت طبعا ادرى بحاجتك. هبدا كده ايه، اشوف الباميه بتاعتي عملت ايه، وابدا بقى كده ايه، الشوربه بتاعتي تحفه الصراحه، والباميه خدت ودت. انا ما غطيتش الباميه، انا ما بغطيش طبيخ يا بنات، طول ما هو على النار انا مش بغطيه. لو غطيتيه هيسود منك، سيبيه متعرب لحد ما يستوي، وبعد كده تبقى تغطيه. لكن طول ما على النار ما تغطيش طبيخ، خلي كده الحله مواربه شويه. هنا خلاص بقى الاكل جاهز، وبدات اغرفه في الاطباق. طبعا باميه يعني ليمون يا بنات، ليمون بقى وحركات كده، كان الصراحه تحفه. واكل خفيف كده، ما كانش تقيل قوي، دي بس البذره بتاعت الليمونه شفتها كده قلت اما اشيلها. غرفت بقى الباميه واللحمه مستويه جدا، وكانت الصراحه معايا الاكل الحمد لله زي الفل. والشوربه كمان حطيت فيها لحمه بقى، طبعا هنحط ليمون فبراحتكم بقى. ما رضيتش صراحه اعمل ملوخيه النهارده عشان كنت عاملاها الاسبوع اللي فات، وكنا كمان الجو حر جدا، عايزين حاجه كده خفيفه وتكون سهله. فلقيت ديت صراحه اسهل حاجه عندي. وادي الرز كمان ابو شعريه مفلفل وتحفه معايا. انا ما كملتش تصوير عشان الكاميرا قطعت وما كنتش اعرف، بس الحمد لله طلع معايا زي الفل. وطريقه خفيفه وسهله. يا رب يا بنات اكون قدرت افيدكم في يوم النهارده، ويكون اكلاتي بتعجبكم. ومتنسونيش بقى في اللايك والشير، واكتبوا لي كومنت حلو كده، وادعوا لي دعوه حلوه بجد. ادعوا لي يعني يا ربنا يخليكم بجد، ادعوا لي دعوه حلوه من قلبكم بجد بصلاح الحال. ربنا يكرمكم يا رب ويوسع رزقكم، يا رب يكون قناتي عجبتكم، ويا رب يكون كل الوصفات اللي انا بعملها بتعجبكم. بالف هنا وشفا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.